هنا المقادير ديال الكريب: عندي واحد البيضه سنيده، شويه الملح اللي غادي ندير، معلقه ديال الزبده والقوس والحليب. غنجيب الخلاط، يعني نص لتر ديال الحليب اللي غادي ندير. ندير البيضه، ندير معلقه ديال الزبده، سنيده، سنيده على حسب الذوق، اللي كيبغي يكثرها، اللي ما كيبغيش يدير غير شويه. وشويه د الملحه، قريصه الملحه. صافي غادي نطحن بالفرص، كنضيف الفرص حتى تيولي الخليط يعني قريب للكيك، ما غاديش يكون قاصح، شويه جاري. ما قلت لكمش واحد الفاني باش تحيد الزفوره ديال البيض، كتبقى الريحه ديال البيض، كتبقى حتى ريحه الفاني. اما قشور د الحامض اما فاني اللي بغيتو، اما قشور د الليمون، كنحكو قشور د الليمون نضيفوهم هنايا. انا كنضيف فاني. صافي هو الخليط كيجي على هذا الشكل هذا، راه تيكون جاري بحال الشكل ديال البغرير. هنا كندير المقله تسخن، كنجيب واحد شويه الزبده اللي غادي ندير المقله باش تسخن. هنا فاش كتسخن المقله كندير لها الزبده، كنجيب الخليط بحال هكا وكنحيدو من فوق البيضه. صافي كنخلط بحال هكا، هنا من بعد ما كينشف كنقلبو، وكنخليه يطيب من الجهه الاخرى. هنايا كنقلبها هي طيبه، كنحيدها كندير واحده اخرى نفس الطريقه. غير هو كون ما جاري كيجي زوين، فاش يكون جاري تيكون زوين. هنايا كنقلبها، ملي كنشوفها تحمرات كنقلبها. صافي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي هاد الكميه اللي ولا عندي. صافي هي طيبه، كنحيدها وندير واحده اخرى ثاني. هنا من بعد ما طاب الكريب ها هو كيجي رطب. هنا كنجيب شوكولاط ديال الدهن وكندهن. صافي وكنقلبي بحال هكا وكنقطعو شرائح. هاد الطريقه كيجي فيه الشوكولاط لداخل، كيجي زوين. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي. من بعد ما كملت كنجيب الكيسان كنقادهم في الكيسان. هنايا ندير شويه ديال
صوص ديال الشوكولات. صافي غادي ندير شويه ديال اللوز طحنتو غير هرمشتو. شويه ديال لي فيرميسي. وهذا هو الشكل النهائي. كنوقف معاهم هاد لاصوص ديال الحليب والشوكولات اللي درت. هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى ان الاعجاب ديالكم.